فجت صورة واحدة فوقفت لمدة ثانيتين، قلب وتوب. قلت افيد حاجه يمكن الناس كتيره مش عارفاها. انصحكم اولا ان انتوا تشوفوا الفيديوهين، فيديو غض البصر الدرس الاول والدرس الثاني للشيخ امجد سمير. في بلجن تنزل على البراوزر اسمها حرام بلور، تعمل فيها حركه لذيذه قوي. تفتح هنا مثلا تخلي البلور مثلا 20%، افتح بقى الانستجرام، افتح فيسبوك، طالما على البراوزر اللي انت بتستخدمه. وطبعا حاول تحمل البلجن ديت على كل البراوزرز بتاعتك. بعد كده افتح مثلا اي حاجه، خليني مثلا اجرب، هتلاقي كل الصور معمول عليها بتاكل. ليه تحط نفسك من البداية ان انت تبص او ان انت تشوف او ان انت تتعرض لمشهد انت مش عايزه؟ ما انت ممكن اصلا تمنعه من البداية والقصة مش تاخد منك كتير. او ازاي احملها على البراوزر بتاعي؟ افتح البراوزر بتاعك ايا كان ايه هو. انا هنا بستخدم مثلا فايرفوكس، واكتب حرام بلور فايرفوكس مثلا، هتفتحه وتدوس اد تو فايرفوكس. انا طبعا ضايفه فخلاص متضايف. فلو انت على الكروم بكل بساطة اكتب حرام بلور، هيفتح لك اهو كروم ويب ستور، وهتدوس اد تو كروم، هتدوس اد اكستنشن، استنى سيكا تلاقيها بتتحمل اهيت. اول لما تنزل هتدوس جيت ستارتد وتشوف او تقول انت مش عايز تشوف مين، وبعد كده تشوف انت عايز تحمي نفسك من ايه. طبعا خليها الاثنين، خليها سمارت وخليها هنا 30%، وممكن تخليه في الفري مش لازم الفلوس. طبعا لو انت عايز ماشي بيبقى بيديك شويه مميزات. على نفس القصه، نفس القصه. اتعسى ان ربنا يفيد حد بالفيديو ده.